هنعمل بقى النهاردة مع بعض بقسماط الأفران اللي يجنن ده، المقرمش ولذيذ جدا جدا. 3 كوبايات ونص من الدقيق عملوله الكمية الكبيرة دي، تجنن طعمه حلو جدا جدا. يعني لو جربتيه مرة مش هتبطلي تعمليه. يعني أكتر حاجة ممكن بنشتريها من الأفران هي البقسماط ده، بس لما تجربي بقى الطريقة دي مش هتشتريه تاني ابدا، هتعمليه في البيت على طول. شايفين شكله عامل ازاي؟ يجنن ومقرمش ولذيذ جدا. نصلي بقى على النبي الاول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جميل جدا جدا بجد، ومقرمش ولذيذ وايه، عامل زي الشيبسي كده. حلو جدا جدا يا بنات. يعني لما تجربيه في البيت هتبطلي تشتريه خالص وهتعمليه عندك في البيت على طول، والولاد هينبهروا بيه. هندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف احنا عملناه ازاي. معايا كوباية الا ربع من المية الدافية، حطيت عليها 2 معلقة كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، قلبتهم كده وهركنهم بقى على جنب. هنجيب بقى المقادير الجافة بتاعتنا، اللي هي 3 كوبايات ونص من الدقيق، عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح، ونص كوباية من الزيت. الكوباية يا جماعة اللي بنعاير بها الدقيق هي اللي بنعاير بها المقادير كلها. هنقلبهم بقى كويس جدا، ان الدقيق لازم يشرب الزيت الأول. هنضيف بقى الكوباية إلا ربع من المية اللي احنا مدوبين فيها معلقتين سكر وخميرة. طبعا انا عجنتهم ولقيت العجينة تقيلة شوية، انا عايزة 2 معلقة كبار من المية، حطيت 2 معلقة كبار من المية. طبعا كده ايه، انا عجنتها كويس جدا لحد ما العجينة نعمت معايا. هركنها على جنب كده علشان ترتاح 10 دقايق، وغطيتها بكيس مشمع من بتاع كيس اللبن، يعني انا فاتحاه كده علشان خاطر ما تنشفش مننا. دول نص كوباية من السمسم الأبيض، عليهم معلقة كبيرة من حبة البركة، حطيت عليهم معلقتين من المية وإيه، وقلبتهم وركنتهم على جنب. طبعا العجينة بتاعتي ارتاحت ال10 دقايق كده، ما بنسيبهاش تخمر يا بنات، احنا ما نشكلها هنسيبها تخمر. قطعت بقى قطعة منها صغيرة كده، وهنلفها بقى ايه رول كده رفيع، وهنقطع بقى ايه الحجم اللي احنا حابينه، بس يستحسن يبقى ايه حجمها صغير كده زي ما بنشتريها من الافران بالظبط. ما ينساش بقى يا بنات نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. طبعا انا قفلتها كويس قوي كده وايه، وقلبتها فوق السمسم وحبة البركة بتاعتنا اللي احنا مقلبينها مع معلقتين كبار من المية علشان تلزق فوق وش قطعة البقسماط بتاعتنا. طبعا البقسماط ده يا جماعة اللي هو اسمه بقى ايه عين اليمامة اللي هما بيسموه كده يعني. انا هبرم بقى ايه، لازم ارفعها كده علشان تقرمش معانا. نقفلها كويس علشان ما تفكش مننا وهي بتخمر او وهي بتستوي. تمام كده. طبعا صينية مدهونة من الزيت وحطيت فيها ايه الكمية بتاعتي. هنسويها بقى على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني من غير ما نولع الشواية، ولو وشها محمرش هنولع الشواية بس نهديها علشان ما يتحرقش مننا. شايفين جماله عامل ازاي؟ حلو جدا جدا، والولاد كانوا فرحانين بيه قوي، وطعمه يجنن، وحبة البركة دي مدية طعم لذيذ جدا للبقسماط بتاعنا. ما ننساش يا بنات بعد ما نشكل البقسماط لازم نسيبه يخمر علشان خاطر يبقى مفرغ من جوه وطعمه حلو. يخمر الأول وبعد كده هنسويه في الفرن. شايفين شكله عامل ازاي؟ يجنن. جربوه يا بنات وبألف هنا وشفا للي جربه.